السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا بأس من الاقتداء ببعض التجارب. إذا نتكلموا على من يتصدر القارة السمراء اليوم نلقوا أنه هو منتخب عربي شقيق متمثل في المنتخب المغربي. التجربة المغربية أعتقد أنها هي نموذج من المفترض الاقتداء به، حتى وإن كانت الظروف غير طبيعية بالنسبة لليبيا. ومن هذا المنطلق نستقبل يوسف حجوبي منظم فيفا للمنتخبات المغربية. أهلا وسهلا بك كابتن يوسف، أنستنا وشرفتنا، وأكيد استمعت إلى ما دار قبل دقائق في الاستوديو حول الرؤية المستقبلية لمنتخبنا الوطني. نبي نسألك مباشرة ونخوض معك بشكل مباشر، كيف يمكن تكوين منتخب له قوام وله أساسات؟ خلينا على المنتخب الأول الآن. أول شيء شكرا مؤيد وجميع جميع الضيوف ديالك في الاستوديو. انا الهدف شكرا لك. يعني اللي غادي نوصلك من هذا الرساله اللي غادي ولا هذا الانترفيو اللي غادي نهضروا فيه على المنتخب المغربي او المنتخبات الوطنيه المغربيه، هو اول شيء البناء الاول لتكوين منتخب قوي يبدا من المنتخبات السنيه وتكوين المدربين، تكوين الاجهزه. حنا ما كنهضروش فقط تكوين، حتى يعني بعض يعني التيم مانجر اللي يكون مع الفريق او مع المنتخبات يجب ان يتحدث انجليزي، يجب ان تكون عنده معرفه باللاعبين وتكون عنده واحد الموسوعه في كره القدم. يعني كما قلت لك، اول شيء لتكوين منتخب اول قوي هو تكوين المنتخبات السنيه. اوكي، السنه الماضيه او 6 اشهر من الان المنتخب الكويت، الاتحاد الكويتي ايضا قرر انه يبدا استراتيجيه من صفر. اوكي، وبدا يحضر كل المنتخبات السنيه والتكوين وتغيير الصوره. انا الشيء الوحيد اللي دائما انا اذكره هو انه منتخب ليبيا، الكره الليبيه موجوده في مكان يعني كره القدم فوق، بجانب مصر، بجانب المغرب، بجانب تونس، بجانب الجزائر. هذه المنتخبات دائما في كاس العالم، فقط ليبيا هي اللي يجب ان تكون في كاس العالم على الاقل مره. طيب، هذا السؤال اللي يطرح نفسه كابتن يوسف، والمتمثل بالمنطقة الجغرافية بالنسبة لليبيا. تتكلموا على ليبيا فهي محاطة بدول أبدعت وتألقت في القارة السمراء وصولا إلى المونديال، آخرهم المغرب. يعني أعتقد أن العلامة الفارقة والنقطة المختلفة هي المنتخب الليبي. احنا اليوم عم تتكلموا على تكوين منتخب، اليوم كيف من المفترض إدارة الأمور؟ أنا إذا رجعت لك الصورة ديال المنتخب المغربي نقدر نقول لك في سنوات 2013 2014 اللي بدات هذه الاستراتيجيه ديال المنتخبات المغربيه، اللي بدينا كنلعبوا جميع تواريخ الفيفا، بدينا كنلعبوا المنتخبات السنيه. انا ديما كنذكر النقطه ديال المنتخبات السنيه اللي هي نقطه مهمه ومهمه جدا. الاستراتيجيه هي الاول كما العاده تبدا من الاجهزه، يعني المدربين. هو انا من القرار ديالي وكنت ديما كنصح بها المدربين المحليين، خليونا نتركونا من هاد المدربين الاجانب. تشوف اليو سيسي في السنغال، تشوف بالماضي في الجزائر، تشوف وليد الركراكي في المغرب، وتشوف عدد من تشوف ديدي ديشون في فرنسا، تشوف سكالوني في الارجنتين. لا يمكن انه تقول انه النهار اللي جابوا مدرب اجنبي الارجنتين ما نجحوش، جابوا مدربين اخرين النهار اللي جابوا واحد. طيب لكن خلي يكون معك واقعي بعض الشيء كابتن يوسف. أمتى تم التعاقد مع وليد الركراكي لإدارة المنتخب المغربي؟ أعتقد أنه هو جاء بمطالبات أيضا شعبية، وجاء يعني بعد مرحلة رأت الجامعة المغربية ومرحلة كانت صعبة بأن المدرب الوطني هو من يقود المرحلة. هل أمتى تم اختيار وليد خلف خليلوزيتش جاء بناء على استراتيجيات ولا مجرد فزعة يعني باللغة الدارجة الليبية؟
لا جاء باستراتيجية من سعادة الرئيس، اللي كان واضع أمامه يعني خطة وطريقة عمل اللي أنا شخصيا وما نكونش فيها سمعتي نعطيها يعني ورود أو شيء، هو أنه الطريقة اللي يشتغل بها، أنا أنصح بها أنه عدد من الاتحادات وعدد من الرؤساء يجب أن يتبعوا هذه الطريقة في تطوير المنتخبات. نشوف احنا قاعد ما نهضروش كاع على المنتخب الاول لكرة القدم، نهضروا على الفوتسال، نهضروا على الفتيات، نهضروا على المنتخبات السنية، كلهم ناجحين. لأن الاستراتيجية عندما يكون بناء من الأسفل كل المنتخبات تعطي النتائج. انتم شفتوا كأس العالم المغرب يعني الرابع بتاع كأس العالم، ولكن اجي نشوفوا المنتخب فوتسال اللي وصل للربع النهائي لكأس العالم الوحيد في افريقيا ومن بين الثمانية يعني في تصنيف الفيفا الآن بتاع الفوتسال. اجي نشوفوا الفتيات المنتخب المغربي. طيب لكن هل هذا المنتخب الذي كان ينتج وحقق نتائج كان موجود قبل 4-5 سنوات، ولا من السنوات هذيك كانت الانطلاقة؟ لا وليد الركراكي يعني الدور الكبير هو انه نقدر نقول انه مع المدرب السابق كان بعض الشتات بتاع اللاعبين اللي رفضوا يحضروا للمنتخب المغربي بسبب المدرب، بسبب بعض الشحونات وكذا. يعني وليد شخص ذكي، مدرب عنده رؤية وعنده هذا، يتقرب تشوف كيف هو دخل اشياء جديده للجمهور المغربي. ديروا النيه، سير انه دخل مع اجواء مع الجمهور، حب يعني هاد الاشياء يعني ساعدت بزاف، ساعدت كثير المنتخب المغربي في البسيشيك يعني. لكن المدرب جاء يعني عنده 6 اشهر، لكن هناك كان بناء بدون المدرب. صح. كان هناك بناء، يعني الرئيس كان واضع بناء والاعضاء واضعين بناء للمنتخب. اي مدرب يجي للمنتخب الوطني كان عنده. انا عندما الرئيس عندما اخذ زمام الامور في 2014 انا بديت اشتغل مع المنتخب المغربي، جميع المباريات، المنتخب الاول، المنتخبات السنيه، الفتيات. انا عشت يعني اكثر من 300 او 400 مباراه وديه لجميع المنتخبات السنيه، وانا اشتغل ايضا مع الاتحادات اخرى، لكن فقط مع المنتخب. على ذكر التجارب كابتن يوسف، تبعنا ايضا مشروع لدوله اخرى واللي هي دوله موريتانيا بالتعاقد مع كرونتين مارتينيز، ولكن هذا المشروع فشل يعني، واثبت انه هو ممكن من خلال تواجد المدرب حبر على ورق. هو الان لا يمكن أنني أعطي مثال على موريتانيا أو على مالي أو على منتخب ثاني، لكن كل اتحاد يجب أن يمشي بطريقة عمل داخلية. لا يمكن تهز ما الموجود في المغرب وتجيبه وتحطه في ليبيا، هذا لا يمكن. لكن يمكن أن استخلاص بعض التجارب كتكوين المدربين، كاعتناء باللاعبين الشباب. لأن تشوف المنتخب الليبي يجب أن يكون هناك استكشاف للاعبين ليبيين موجودين في أمريكا، في البرتغال، في إسبانيا، يكون هناك استكشاف. وأيضا هذا المنتخب الوطني الليبي يجب أن يلعب مع مباريات كبيرة في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا. هذه كتعطي الفرصة لهذا اللاعبين أنهم يشوفوهم أيضا مستكشفين للأندية أجنبية لياخذوهم. يجب أن اللاعب الليبي يجب أن يخرج من ليبيا، يجب أن يذهب يلعب في أوروبا. إعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.